بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم طيبين وعيد سعيد على الجميع إن شاء الله. إن شاء الله من خلال الفيديو هنرد على جميع الأسئلة اللي جاتني على الخاص بخصوص ما يتعلق بالتخلف عن التجنيد والهروب من التجنيد بعد صدور القانون رقم 2 لسنة 2026 الصادر بتاريخ 25/3/2026 بتعديل قانون الخدمة العسكرية وقانون الخدمة الوطنية رقم 127 لسنة 1980. إن شاء الله الموضوع سهل وبسيط، مفيش فيه أي تعقيد، لكن مبدئيا حابب أفكر الناس إن إحنا سبق ونبهنا إن الغرامة هتصل ل100,000 جنيه. نصحنا الناس المتخلفة عن التجنيد اللي تجاوزوا سن 30 والناس الهاربة من التجنيد اللي تجاوزوا سن 36 بتسوية أمورها مع الجهة المنوطة بذلك، الجهة المنوطة بذلك سواء كان داخلية أو سواء كان حربي. طبعا في من الناس اللي استجابت للموضوع وقدمت الورق واستلمت الشهادة، في طبعا من الناس اللي تكاسلت وأصبحت في الوقت الحالي في حيرة ما بين إن كان هيتم تطبيق القانون القديم ولا هيتم تطبيق القانون الجديد، الغرامة القديمة ولا الغرامة الجديدة. الموضوع بكل بساطة وبكل سهولة بدون إثارة أي جدل، كل من تجاوز سن 30 قبل صدور القانون رقم 2 لسنة 2026 الصادر بتاريخ 25/3/2026 هيطبق عليه القانون القديم اللي الغرامة فيه تتراوح ما بين 2000 ل10,000، أي بمعنى صح أو الأحكام اللي بتصدر بال10,000 جنيه. الناس اللي تم سن 30 قبل صدور القانون الجديد اللي هو صدر بتاريخ 25/3/2026. أظن الكلام واضح، مفيش فيه أي جدال. طب الناس اللي تجاوزوا سن 30 بعد صدور القانون رقم 2 لسنة 2026 هيطبق عليها القانون الجديد اللي الغرامة فيه تتراوح ما بين 20,000 كحد أدنى و100,000 كحد أقصى. طب الغرامة هتحدد على أي أساس؟ سبق لينا أيضا في منشورات سابقة تكلمنا وده اجتهاد شخصي مني أنا، إن الغرامة هتتحدد على أساس المستوى المعيشي أو المهنة اللي أنت بتزاولها، واتكلمت تقريبا من الممكن أن تكون الغرامة 20,000 ل30,000 داخل للمتخلفين عن التجنيد داخل جمهورية مصر العربية. أما الخارج من الممكن أن تكون ما بين 50,000 فيما أعلى، لكن على أرض الواقع الأحكام اللي صدرت بعد إصدار القانون الجديد من 20 ل25,000. طب بالنسبة للناس المتخلفة عن التجنيد اللي تجاوزت ال45 سنة، الناس اللي تجاوزت ال45 سنة معفية من الغرامة. طب بالنسبة للناس الهاربين هنا بيحصل لبس، كل من استلم استمارة 110 يعتبر متخلف وليس هارب. الهارب اللي دخل الجيش ولو قضى يوم واحد أو فاضله يوم واحد وهرب، في الحالة دي يعتبر هارب، بيخلص إجراءاته عند بلوغ السن 36. أما لما يكون عنده سن 36 أو يتجاوز سن 36 بيخلص إجراءاته في السجلات العسكرية لو كان سلاحه حربي. طب في معسكر مبارك اللي هو موجود في الرماية لو كان داخلي. طب بالنسبة للناس الهاربين هيدفعوا غرامة؟ مفيش أي غرامات غير تمن المخلة وغير تمن الكارنيه ويستلم الشهادة. طب بالنسبة للحظر الموجود على البطاقة بيتم رفع الحظر ويتجدد للبطاقة ويستخرج شهادة ويطلع فيش جنائي ويستكمل باقي الإجراءات في المنطقة التابعة ليها، منطقة التجنيد التابع ليها، أو في الجهة في السجلات العسكرية لو كان هارب وكان سلاحه حربية، أو في معسكر مبارك لو كان سلاحه داخلي. الموضوع بكل بساطة مفيش فيه أي صعوبة، مفيش فيه أي مشكلة. كل ما عليك لو انت تميت سن 30 سواء قبل صدور القانون الجديد او بعد صدور القانون الجديد، حاول انك تساوي امورك مع الجهة المعنية، سواء كنت متخلف او سواء كنت هارب. حاول تخلص اجراءاتك، تشوف دنيتك ايه اللي هيتم فيها عشان خاطر انت ما تضمنش فيه ايه بعد كده. الموضوع سهل وبسيط ومفيش فيه اي مشاكل ومفيش فيه اي تعقيد. طبعا عشان يكون كلامي واضح، احنا بنتعامل مع المتخلفين خارج جمهورية مصر العربية،
ومفيش تعاون مع المتخلفين داخل جمهورية مصر العربية، وده مش استقلال بيهم، لأن الموضوع سهل وبسيط. بالنسبة لخارج جمهورية مصر العربية بيجوز وبيحق لنا إن احنا نتعامل بتوكيل، لكن اللي داخل جمهورية مصر العربية حتى لو معانا توكيل أكيد بحتاجك في بعض الأمور أو في أغلب الأمور، فده هيكون عبء عليك. ففي بعض من الناس بتصمم إن احنا نكون معاها سواء استشارة قانونية ومتابعة أو سواء على أرض الواقع. ففي الحالة ديت بيكون في مقابل الاستشارة القانونية وفي أتعاب لو كنا على أرض الواقع. الموضوع مش محتاج ليا، مش محتاج إنك تكون معايا، مش محتاج إنك ترن عليا تسألني. الموضوع بكل بساطة لو رجعت الفيديو مرة 2 3 هتلاقي كل إجابة لكل سؤال بيدور في خطرك من أسئلة. كل ما عليك إن أنت هتحتاج شهادة الجيش، هتحتاج بطاقة، صورة بطاقة، هتحتاج فيش جنائي. تتوجه للجهة العسكرية أو تتوجه لمنطقة التجنيد اللي أنت تابع ليها، أو السجلات العسكرية لو كنت هارب من حربية، أو لمعسكر مبارك لو كنت هارب من داخلية. إن شاء الله لو في أي قرارات أو في أي تعديلات هنوافيكم بكل جديد، وإن شاء الله هنحاول إن يكون كل أسبوع على الأقل يكون في فيديو، في معلومة قانونية، في نصيحة قانونية إن شاء الله نقدمها. لكن كل المطلوب منكم إن أنت تعمل شير ولايك للفيديو، وبمنشن لصاحبك المتخلف عن التجنيد عشان مش حد يزعل، والهارب من التجنيد. وإن شاء الله في بعض الأسئلة اللي طرحت علينا بخصوص قانون الأحوال الشخصية وقانون الإجراءات الجنائية، إيه اللي هيتم بالنسبة ليهم. إن شاء الله هنوفيكم بكل جديد وهنرد على كافة الأسئلة. ولو في سؤال متعلق بالتخلف عن التجنيد أو الهروب من التجنيد سيب السؤال في تعليق، وإن شاء الله نرد عليك في أقرب وقت. كان معكم محمد الطرباني المحامي. كل عام وأنتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.